السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلبه الكل يتمناه. فيديو جديد النهارده، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا ما ننساش في بدايه الفيديو اننا ندعي لاهل فلسطين، ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا، امبارح بقى بالليل انا كنت برتب يعني السفرة على قد ما اقدر ان انا المع الحاجات اللي عليها، بس مش قادرة فعلا ان انا ابتدي من الصالون عشان هشيل السجاد طبعا، واضطر ان انا اشيل الكراسي السفرة وكراسي الصالون واجيب كل الريسبشن ده اجمعه كده لغاية اول الباب عشان انضف براحتي. وعايزة اقول لكم بقى البلكونة بقالي كتير قوي ما عملتهاش، فصعبة جدا جدا، هتشوفوها بنفسكم. بس ايه، يعني رجلي تتحسن شوية شوية، معلش استحملوني. لان انا النهارده جربت رجلي كده ان انا يعني انزل، بصوا يا دوبك على اول الشارع انزل لوجي المدرسه، لان بصي يا عيني كانت قاعده يعني الوقت متاخر وكده، فراحت نايمه. يعني هي قالت لي انا هنزلها يا ماما، حتى لو نمت صحيني بالله عليكي. فهي صعبت عليا بصراحه ان انا اصحيها، وكانت نايمه متاخر. فقلت للوجي خلاص ما تروحيش النهارده المدرسه. قعدت تعيط كمان علشان عايزه تدفع فلوس اشتراك عندهم عشان عيد الطفولة. تعرفين عيد الطفولة بيبقى في شهر 11، عاملين لهم حفلة في المدرسة، جايبين لهم سيرك يعني، فاشتراك لكل طفل 30 جنيه. فكانت عايزة انها تدفع الاشتراك وتقولي يا ماما عشان ادفع الفلوس عشان احضر. طبعا قالوا الحضور اللي دافع المبلغ اللي هم طالبينه منهم. وسألت بقى في حضور لولي الامر، كانت بوزي عايزة تروح معاها، فقالوا لا للاطفال بس، يعني اللي هم في الروضة بس فقط لا غير. فهي بقى خايفة اللي هم يقولوا لها لا لما تجيبي الفلوس بكرة. قلت لها يا لوجي اقعدي، ولوجي دي عايزة اقول لكم دماغها ناشفة جدا جدا. فقلت لا طب احاول كده ان انا ابدا انزل، لاني تعبت جدا المره اللي فاتت لما نزلت السلم. فقلت خلاص هوديها بقى والامر لله. فنزلت، عايزه اقول لكم الحمد لله الحمد لله احسن من الاول مره. يعني رجلي ماشيه كويسه، يعني نازله بتسند على السلم، بس الحمد لله احسن من الاول. ف وانا فلما نزلت بقى لقيت السواق يعني بيشاور لي ان هو كده كده واقف في الشارع اللي قدام، فتعالي بقى، وما يعرفش ان انا رجليا بقى وجعاني وكده. قلت له يا عم تعالى تعالى انت في عقل بالي ما تيجي. فيلا يعني ايه هاتي لوجي بالمره. كان واقف مستني طفل او طفله تنزل، فرحت انا ايه مشيت بقى الشارع ده، والحمد لله يعني الحمد لله. فوديتها، بقول لك ايه يعني رب ضارات نافعه. فلقيت بتاع خضار ما كانش فاتح، يعني على وقت ما كنت بنزل من اسبوعين وكده كنت مش شايفه ان في بتاع خضار فاتح في الشارع بتاعنا. قلت طب كويس والله. انا كان عندي لحمه في التلاجة، وكان عندي الحمد لله فراخ. انا في ايام المدارس بقى بحب اجيب ايه مثلا ايه فرختين احطهم، كيلو لحمه اقسمه على يعني على نصين واحطه في التلاجة. برجر ناجتس الحاجات دي. هم بقى عايزه اقول لكم الولاد، مش الولاد، هي بوسي ولوزي، قالوا لي ماما احنا عايزين خضار، يعني عايزين ياكلوا خضار، لاني تقريبا بقالي داخله في اسبوعين او 10 ايام ما طبختش، بقى مقضيينها مكرونه وبانيه، بطاطس محمره، جبنه قريش، ناجتس، ستريبس، الحاجات دي. نجيب مثلا شاورما من بره، فراخ مشويه، كفته. فهم بصي قالت لي احنا عايزين خضار. حتى يا ماما لما انا اقوم ابقى اجيب لك، يعني تجيب لي الحاجه من السوق، لان هي ما بتحبش تروح السوق ابدا. فانا قلت لها خلاص مش لازم تروحي السوق، يعني ممكن تجيبي لي مثلا بسله من تحت، اللي هي بتبقى بسمه او اي حاجه. يا قلت لها طب انت نفسك في خضار ايه؟ قالت لي انا نفسي في فاصوليا او بسله، يعني اعطيني كذا حاجه. انا كنت عامله لهم بطاطس، لان البطاطس انتوا عارفين بتبقى يعني تخزين، بتقعد عندك فتره. فانا بجيب مثلا 2 كيلو احطهم. والبصل اساسي، هي بتبقى على الطماطم سهله قوي ان هم يعني يجيبوا لي طماطم. فانا كنت عامله بطاطس، فقالت لي يا بسله يا فاصوليا. فانا لقيت بقى ايه فاصوليا عند الراجل، ولقيت عنده طماطم، فرحت جدا. يعني ما تعرفوش قد ايه والله ان انا يعني في نفس الوقت ان بوسي بتبقى شايله الهم انها تروح السوق، واحنا مش عندنا سوق بمعنى سوق، يعني احنا عندنا ايه بيبقوا زي محلات كده، وفاتحين، يعني مش سوق بقى كل الشارع سوق، لا محلات. زي محل مثلا
فاتح بتاع منظفات، محل ملابس، كل ده في المنطقة، يعني المنطقة بتخدم السكان في كذا حاجة بصراحة، في منظفات، في محل بقالة، في محل بقالة دي كتيرة جدًا، في مقلة بتاعة لِب، وفي سوبر ماركت كتير برضه، وفي برضه زي ما في محلات كده، في محلات اللي هي بتاعة خضار وفاكهة، فبتبقى محلات بس بيبقى عليها زحمة جدًا، جدًا. فهُم بقى بتبقى مُحرَجة من التعامل مع البياع، يعني بتبقى طبعًا مُحرَجة وكده، فالحمد لله فرحت أوي إن الراجل ده يعني اللي هو فتح ده في الشارع بتاعنا، وإيه مش بعيد يا دوبك شارعين كده وبالاقيه، فرُحت بقى جايبة كانت مبسوطة بقى إن أنا عملت إيه، غدا النهارده كده عملنا خضار ورُز وشوربة ومخلِّل بقى والحمد لله يعني الدنيا اتوفّقت. عايزة أقول لكم مع إن هُم بيحبوا المكرونة والبانيه والحاجات دي، بس الحاجة لمّا تزيد عن حدّها تتقلب لضدها. عايزة أضحككم بقى على مُهاب، يعني برغم إن إحنا بُصّي أكلنا مكرونة كتير جدًا الأسبوعين دول، يقول لي: "لأ أنا ما أنتِ هتطبخي ما تعمليليش طبيخ." قُلت له: "خلاص خُد رُز بس." هو ساعات بيفضّل الرُز بس بقطعة لحمة بحتّة فرخة، قال لي: "لأ أنا خلاص زهقت من الرُز الأبيض." "طب يا ابني كُل خضار." "لأ مش عايز خضار اعمل لي مكرونة." أنا زهقت استغفر الله العظيم يا ربي مش قصدي طبعًا، بس زهقت من إن أنا أعمل مكرونة، أنا عملت مكرونة لمّا قُلت يا بس، قال لي: "لأ أنا عايز مكرونة، مكرونة بس كده سادة." أهو ده بقى اللي يطلع لِك كده زي إيه، الشريك المخالف زي ما بيقولوا، مش عاجبه، عايز مكرونة، عايز بطاطس، أي حاجة. بُصّوا يعني الواحد مش عارف يراضيهم إزاي، بس طبعًا اللي بوسي بتطلبه أو لوزي بيبقى ده الأكل الصحّي، هو ده اللي ما أعرفش ربنا يهديه، يعني ابني ده ربنا يهديه في موضوع الأكل بجد يعني مطلّع عيني، مطلّع عيني فوق ما حد يتخيّل، في حتّة الأكل ده أكله مش صحّي خالص، 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 لا بيحب خضار ولا بيحب فاكهة ولا بيحب أي حاجة، إلا الأكل الهفق ده زي ما بيقولوا يعني. ربنا يهديه ويهدي ولادكم اللهم آمين يا رب العالمين، عشان في ناس كتبت لي في الكومنتات إحنا ابننا يعني أو ولادنا كده زي مهاب مش بيحبوا الخضار ولا الفاكهة ومعذبينهم ومطلعين عينيهم في حتة الأكل دي، فبصراحة اللي جرب الموضوع ده هيبقى عارف قد إيه الواحد بيبقى تعبان ومتضايق في حاجة زي كده. أنا هنا بقى كنت بعد ما ودّيت لوجي كده كان الحماس واخدني لإن كنت نمت شوية بالليل بتاع ساعتين 3 الساعة كده 23:00 بعد ما اتطمنت بقى اللي بيذاكر واللي نام واللي قعد والدنيا استقرت وكده، رُحت نايمة. تقريبًا البرشام بتاع العضم ده فيه مسكن للآلام، ففيه نسبة مخدر والّا إيه، أنا أول مرّة يعني من فترة كبيرة أوي بقى لي بتاع 3، 4 أيام اللي هو أنام الساعة 11:00، 10:30 باقوم الساعة 02:00، 03:00 وبابقى بقى إيه، قايمة فايقة، باحاول إن أنا أفوّق نَفْسي، بس بقى خلاص بابقى مش قادرة، فهنا مسكت بقى الفوط بتاعة المطبخ، بصراحة كانت يعني مش نضيفة، فقُلت إن أنا كنت هاحطها دورة في الغسالة، بس لقيتهم شوية صغيّرين، فالموضوع يعني إيه، مش مستاهل، فقُلت لأ أنا أغسلهم بالمرّة وأنا كده إيه، عندي نشاط. عارفين اللي هو أنا باحدد أولوياتي، يعني بالليل بقى لمّا قُمت كده وفُقت، أنا قُمت الساعة تقريبًا 02:00 الساعة 02:00 قُمت كده فايقة، ما باكمّلش للصبح، يعني حتى قُلت أقول للفجر، لإن جيت برضه على الساعة يعني قعدت كده أروّق وأضبّط الدنيا وجيت على الساعة 10 ما أنا قايمة بقى من الساعة 02:00 عايزة أنام أو 10:30 خايفة إن أنا أنام وعيني تروح في النوم، أنزل أجيب لوجي السواق يرن عليَّ، عينيّا تبقى ما أحسّش وخلاص بقى النوم بيغالبني، فلو أنا أنام 11 أقوم الساعة 07:00 والّا الساعة 06:00 يبقى حلو جدًا. حاولت والله أنام الساعة 02:00 بعد ما اتطمنت على الولاد وكده ما عرفتش أنام خالص يعني، مش طبّقت يعني إيه وصلت بقى لغاية ما لوج راحت المدرسة وجيت، أنا مش عارفة إيه كمية عايزة أقول لكم إيه كمية المواعين اللي ظهرت فجأة دي، أنا لقيت برضه حاجات في التلاجة، كان بواقي أكل وبواقي حاجات كده في التلاجة فايضة كتير أوي، فعشان كده باغسل مواعين، واليومين دُولة مش عارفة عند بوسي دايمًا امتحان شامل، امتحان شامل على الواحدة، امتحان شامل على الواحدة وهي بتترعب من الامتحانات، يعني أي فوبيا فيها خوف من أي حاجة زي ناس كتبت لي امبارح في الكومنتات إن ناس كتير أوي بتخاف من الرعد والبرق. فقالوا لي: "إحنا زي بوسي كده ضمّوا على بوسي." وبتخاف بقى أي حاجة فيها امتحانات، فيها أي حاجة فيها خوف بتخاف over يعني عارفين حتّة الover دي، بتخاف over جدًا، بتبقى موتّراني وموتّرة
وموترة نفسها طبعًا أكتر، فما باقدرش بقى ساعتها أقول لها اعملي أي حاجة ولا جيبي أي حاجة ولا بُصّوا يعني باكلمها باقول لها: "الله يعينِك يا بنتي على اللي أنتِ فيه." فاليومين دول عندهم امتحانات شاملة، يعني كان عندها امتحان ماس شامل، وكان عندها امتحان عربي شامل، على كل اللي فات يعني، فبتبقى متوترة جدًا، جدًا. فأنا كنت حاطة بقى إيه، بالليل كده وأنا قاعدة أولويات، يعني حاجات إن أنا هاعملها أساسي يعني بُكرة مع شغل البيت، يعني في حاجات إن أنا أعملها كده أساسي مع شغل البيت. فهنا لقيت تقريبًا كيس ملح الكَبّ والّا إيه، فكنت أنا شايفاه وأنا باجيب مكرونة، النهارده اليوم المكرونة العالمي، قُلت كام مكرونة في الفيديو بتاع النهارده، فلقيت تقريبًا كيس ملح مكبوب، فقُلت إن أنا أمسح الضرفة دي، فكتبت بقى عندي كده إيه في المفكِّرة، عندي notebook صغير كده باكتب فيه الحاجات الأساسية اللي أنا أعملها، كان من ضمن الحاجات طبعًا إن أنا أغسل الفوط بتاعة المطبخ، وإن أنا أرتّب الضرفة دي ما كانتش عاجباني خالص، خالص، فكنت برضه إيه باجرِد كده الحاجات اللي أنا محتاجاها ورتّبتها طبعًا كانت قبل وبعد حاجة فظيعة جدًا. برضه عندي الضرفة بتاعة المسحوق وبتاعة المنظفات اللي تحت الدولاب برضه عايزة تتعمل على الآخر، يعني الدنيا برضه مش متضبّطة خالص، خالص. فقُلت إن أنا قبل طبعًا ما أبدأ في التنضيف يعني أعمل الحاجات دي عشان لمّا آجي أنضّف تبقى الحاجات سهلة وبسيطة وما تاخدش منّي وقت ولا مجهود. هنا بقى أبدأ أعمل الغدا بتاعهم وندردش معاكم برضه شوية. ناس كتير برضه سألتني أنتِ بتجيبي اللحمة منين؟ فأنا باجيب اللحمة من عند جزارة نوح اللي هي في أول الفلكي. بصراحة لحمته كويسة جدًا، يعني عايزة أقول لكم إن كان في كذا حد فاتح وقفل دلوقتي. يعتبر هو الوحيد اللي لحمة بلدي، في لحمة عندنا مجمدة يعني كتير، بس كان في فاتحين برضه لحمة بلدي، بس خلاص هو إيه غطّى عليهم. بس مشكلته بقى إن أنتِ مثلًا تروحي الساعة 12:00، يعني أوقات كتير أوي بابقى جايبة لوجي من المدرسة الساعة 12:00، 12:15، بتلاقي لسه اللحمة ما جاتش أو ما دبحش، فيقول لِك استني، وتلاقي ناس واقفة كتير أوي، لدرجة إن هو بيحط كراسي للناس، فطبعًا بيعطّل. تيجي الساعة 13:00 تلاقي بقى الدنيا زحمة ما اقولكيش قد إيه، وأنا راجعة بالليل أكون في مشوار ألاقيه خلّص. فأنا ما باصدّق بصراحة إن أنا أروح عنده بالمرّة أجيب لحمة الشهر، يعني أجيب مثلًا كيلو، كيلو ونُص وأجيب كيلو بوفتيك، روز بيف، أحُط بقى باقسّم الحاجة وأحطها في التلاجة بصراحة من ساعة ما أنا وقفت كام مرّة وزهقت جدًا. فأوقات برضه بيبقى عنده صدوق وأوقات لأ، فممكن أجيب برضه صدوق لإن الولاد بيحبوا عندي البطاطس بالصدق، يعني أكتر أكل أنا باعمله أو باطبخه مش في الخضار، يعتبر البطاطس برضه خضار، يعني ما دام طبيخ بقى ورز يبقى خضار، اللي هو البطاطس، فده أساسي مرّة في الأسبوع، ممكن مرّة كل 10 أيام لازم يعني أعمل صينية البطاطس دي بكل الأشكال، يعني يا إما باللحمة، يا إما بالكفتة اللي هي بكِوَر كده اللحمة دي، يا إما بالصدوق، يا إما بالفراخ، يعني أساسي. فعايزة أقول لكم إن لمّا تجيبي الحاجة وتحطيها في التلاجة بصراحة وفي الفريزر، بس إيه ما تزوديش عن شهر يعني، بتبقى الحاجة بركة بقى في البيت، وبيبقى فاضل حاجات بسيطة جدًا، جدًا. فهو من الزحمة بصراحة ده الوحيد اللي علّمني إن أنا إيه أجيب بالمرّة. آجي أدفع بقى المبلغ، أنتم عارفين بقى اللحمة هو بيبيع اللحمة تقريبًا 360 القطعة، والروز بيف أو اللي هو بيقطّعها لِك بقى حسب ما أنتِ عايزة، فيليتو أو كده ب380. فأنا بقى عقبال ما أجيب ألاقي دافعة نفسي 1000 وشوية في فأقول لأ تمام أوي كده، يعني عايزة حاجة تانية لأ كويس كده الدنيا تمام، فتلاقي 1000، 1200، 1300 جنيه لو هاجيب صدوق. فالله المستعان، ربنا يقوينا جميعًا يا رب ويوسّع رزقنا جميعًا يا رب العالمين. هنا بقى عايزة أقول لكم الفاصوليا نازلة خضرا وجميلة جدًا، جدًا، الفاصوليا عاملة 12، ودلوقتي الطماطم ب7 وب8 جنيه، وأنا حاسة الراجل ده أغلى من برّه شوية، لإني أنا ما أعرفش السوق برّه عامل إيه، بس سمعت يعني كنت شايفة فيديو لحد من اليوتيوبرات زميلة، كانت بتقول الطماطم وصلت 5 جنيه، فأنا مش عارفة بصراحة، بس ما أعرفش الفاصوليا بكام، هو سعرها 12 جنيه ده تمام والّا إيه الأخبار؟ يعني اكتبوا لي لو حد جاب فاصوليا عادي، إحنا إيه بندردش مع بعض في الكومنتات. نزلت طبعًا بزبدة وبعد كده عليها بصلة مفرومة وتومة، وبعد كده اللحمة، وبعد كده برضه الفاصوليا باخدها إيه تشويحة يعني،
في الزبدة أو السمنة بقى، أي مادة دهنية أنتِ بتحطيها، وبعد كده باسيبها على نار هادية كلّه يتسبِّك مع بعضه، لغاية بعد كده ما أحط عليها يعني شوية مَيّة كده بمعلقتين صلصة، لو عندِك شوربة طبعًا بتمرقيها بيها، ما عندكيش خلاص بقى بتعملي لها مثلًا مكعب ماجي مع مَيّة، اللي ما بيحبش مَيّة بس كده إيه مع ملح وفلفل أسمر ومعلقتين صلصة. قُلت كمان أنزل بالرز أعمله بالمرّة قبل النور بقى ياكلوا إيه بدري. النهارده الحمد لله الدروس بتاعتهم بدري، يعني هُم موجودين، يعني بُصّي جاية الساعة 17:30 ومُهاب موجود في البيت، لسه بقى هاعمل له مكرونة، فده موال تاني لوحده. فقُلت إن شاء الله البسلة عقبال ما بسلة باقول لكم عشان كانوا طالبين منّي بسلة، الفاصوليا عقبال ما تستوي أكون أنا عملت الرز واستوى وياكلوا في النور إن شاء الله بإذن الله. زي ما أنتم شايفين كده إيه، الواحد بجد يعني الأكل حيرة كل يوم. بس أهو بُصّ أنا بقى إيه، ما كانش عندي شوربة، حطيت شوية مَيّة كده، كوباية مَيّة مع معلقتين صلصة وملح أهو وفلفل أسمر، والفاصوليا يعني بجد كانت طلعت طعمها حلو جدًا، أو مش عارفة عشان الواحد مشتاق للخضار يا جماعة، فحاسس الأكل طلع جميل. ما لناش دعوة بقى بابني العاق مُهاب ده، عاق ما بيحبش الخضار خالص. الواحد لمّا بيصحى بدري أو لو نام ساعتين بالليل بيفوّقوه طول النهار، بيحس إن هو أنجز يعني، بس بقى بيقعد الساعتين بتوع النور اللي هو قطع فيهم ده ينحس والله ما بانامش، يعني باحاول أنام في الساعتين اللي النور قطع فيهم ده ما بييجيليش نوم، ما أعرفش ليه مع إن الجو حلو يعني. مثلًا الأول كنت مش باعرف أنام عشان ما فيش مروحة الجو حَر، لكن اليومين دول الجو حلو ما بانامش، بانام بعد النور ما بييجي ما أعرفش ليه. كده بقى خلاص الأكل يعني جِهِز الحمد لله على الغرف. النهارده الفيديو كده خفيف معاكم، حبيت إن أنا أشارككم يومي النهارده. أي نعم هو بسيط، بس عشان في ناس والله كتبت لي كومنتات ما تقوليش رجلِك وجعاكِ فتغيبي علينا في الفيديوهات. بُصّوا عايزة أقول لكم أنتم حبايبي، 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 عايزين كل يوم فيديو ما لناش دعوة. بجد ربنا يخليكم ليّا يا رب، والكومنت ده جه عليه لايكات كتير جدًا، جدًا. بجد ربنا يخليكم ليّا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي، باتشجع بيكم جدًا، جدًا. وفي ناس قالوا لي إن شاء الله تعملي طبق سلطة وتطلعي تقعدي تحكي معانا، إحنا بنحبِك جدًا وأنا باحبكم أكتر وأكتر. ربنا يخليكم ليّا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير، كومنت حلو منكم بتسعدوني جدًا، جدًا. باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.